السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة دي البلح الأحمر بدأ ينزل السوق، وأنا أول ما بشوفه بحب دايما إن أنا أعمل مربى البلح. بتبقى طعمها حلو جدا ومفيدة ومغذية جدا للأطفال. كمان داخل علينا بقى مدرسة هتنفعنا في السندوتشات. نفس الطريقة بنفس المقادير دي تقدري تستخدميها مع البلح الأحمر أو مع البلح الأصفر أو اللي هو بيتقال عليه البلح السماني. اي نوع بلح انتي بتفضليه او موجود عندك مثلا منه كمية، تقدري انك انتي تعملي نفس الطريقة بنفس المقادير وهيطلع معاكي حلو جدا. انا هنا عندي 2 كيلو من البلح، غسلتهم كويس قوي. بعد كده ببدأ ان انا اقشر البلح. اسهل حاجة بالنسبة لي هي المقشرة بتاعة البطاطس، بتقشره بسرعة وفي نفس الوقت ما باخدش كتير من البلح نفسه، القشرة بتطلع رفيعة. بشيل الاول الحتة اللي فوق دي وبعد كده بقشره بالشكل ده. بعد كده بقطع البلح حلقات، ممكن تعمليه مصحح زي ما هو، هتشيلي بس من قلبه البذر وتعمليها على بعضها، بس انا بحب اعمله كده قطع صغيرة علشان يبقى سهل كده في الاكل، ولو هعمله سندوتشات ما يكونش البلحية كبيرة قوي في السندوتش. هنا خلصت ال2 كيلو قطعتهم كلهم بالشكل ده. ما بياخدش وقت زي ما قلتلكوا بالقشرة بتاعة البطاطس، بيكون الموضوع سهل قوي. بعد كده بضيف عليه مية. المية كميتها قد ايه؟ يا دوبك توصل لوش البلح، يعني مش عايزاها تغطيه، يا دوبك بس توصل على اول كده البلح زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. اهو بصوا شايفين كمية المية. بحط بقى البلح على نار متوسطة لحد ما يتسلق. هياخد يعني تقريبا حوالي نص ساعة، هتحسي ان البلح كده بدأ يطرى معاكي. اهو هنا البلح كان بقاله حوالي نص ساعة على النار. البلح اتسلق وبقى طري والمية بتاعته بدأ يبقى لونها احمر. بعد كده هضيف السكر. انا ضفت لل2 كيلو بلح كيلو الا ربع من السكر، لان طبعا البلح بعد ما بنقشره وبنشيل منه البذر الكمية بتقل، يعني ال2 كيلو دول ممكن مثلا يوصلوا ل2 كيلو الا ربع او اقل كمان. فضفت عليهم كيلو الا ربع من السكر. بقلب السكر كويس مع البلح. بعد كده بضيف رشة من القرنفل او اللي بيتقال عليه المسمار، يعني تقريبا حوالي 10-12 واحدة، وهو ده اللي بيدي نكهة مميزة جدا وطعمه مميز قوي لمربى البلح. بقلبهم مع بعض وبسيبهم كده على النار حوالي مثلا نص ساعة كمان لحد ما البلح يغلي مع السكر. بصوا كل ما بنسيبه على النار كل ما لونه بيكون احمر اكتر. بعد نص ساعة ما ضفت السكر والقرنفل، حطيت عصير ليمونة كبيرة. بعد كده بقى بوطي خالص على المربى وبسيبها على النار لحد ما تتقل، يعني ممكن تاخد مثلا ساعة ونص ساعتين. كل ما هتوطي عليها وهتسيبيها على النار براحتها كل ما لون المربى هيكون حلو زي ما انت شايفة معايا كده. هنا تقريبا كان عدى حوالي ساعتين او ساعتين وربع. هبدأ بقى ان انا اشوف سمك المربى اللي انا عايزاه. بجيب طبق بحط عليه شوية من السائل اللي في المربى ده، وبشوف بقى لو انا عايزاها اتقل من كده بسيبها وقت اطول. هنا طبعا هي سخنة، راعي ان هي لما بتبرد بتتقل عن كده. انا بالنسبة لي كده كويس قوي. طفيت عليها بقى النار وسبتها تهدى كده 10 دقايق. بجيب بقى البرطمان اللي انا هحط فيه المربى، يكون نضيف وناشف مفهوش اي مية خالص، وهفضي فيه بقى الكمية اللي انا عملتها. زي ما قلتلكوا هنا تحسوا ان المربى خفيفة شوية لان هي سخنة. طبعا بعد ما بتبرد خالص بنقفل البرطمان، ما تقفليش ابدا البرطمان عليها وهي سخنة علشان ما يعملش بخار في غطا البرطمان والمربى يجي عليها مية.
فبسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده بغطيها وبحطها في التلاجة، فهتلاقيها تقلت معاكي كمان عن كده. انا هنا طبعا كنت بوريها لكم كانت لسه سخنة. وبكده خلصنا مربى البلح. ان شاء الله لو جربتيها هتعجبك جدا، من المربات الحلوة قوي والمفيدة قوي. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.